لك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي. السلام عليكم، ان شاء الله يا رب الجميع يضل بخير وتضلوا كلكم بصحة وعافية. اذا حضرتي على العيد حبات القهوة جيبيهم لنحضر شغلة مع حبات القهوة كتير بتلبق معها، اللي هي حبات الهال. عن جد شفت اكتر من حدا عم يساويها وكتير تشجعت انه جربها مع بعض، وهلا رح اطبق الوصفة قدامكم. اول شي هون بالبداية بيستني هلا هون صحن رح نزل عليه 50 جرام من الزبدة، وهون ربع كوب من زيت النباتي، 3/4 الكوب سكر بودرة، ربع كوب من نشاء الذرة. هون عندي معلقة صغيرة من حب الهال، بتحبوا الهال طعمته أكتر زودوه معلقة كبيرة، بس أنا بحس إنه كافي معلقة صغيرة لأن عنه الكمية قليلة. هلأ هون عندي بيضة رح أخفقها وضيف نصها، طبعا رح أضيف نصها. بما انه عنا بسوريا الكهرباء معظم الاوقات مانا متواجدة، رح اسهل عليكم الامر ونشتغل بالمضرب اليدوي. بدي اخفقهم ليصيروا يندمجوا مع بعضهم كتير منيح. اذا متوفرة عندك الكهرباء اشتغلي بالكهربائية بتسهل عليك الامر. بما انه وصفتنا اليوم حبات الهال، الحب الهال لازم يكون اخضر، انا جبت هون ملون غذائي رح اضيف تدريجيا. شوفوا قديش هن قلال، مع هيك رح اضيفهم تدريجيا لان كتير بيصبغ واللون قوي، بدكم تنتبهوا من هالموضوع. فبضيف تدريجيا وبحرك وبشوف قديش لسه بيحتاج. طبعا اخذت معي كل الكمية حتى وصلت لهذا اللون. طبعا هي الكمية اللي انا كنت حاطتها بالصحن هي ربع معلقة صغيرة. طبعا من ملون لملون بيفرق، في ملون بيجي اسانس اللي هو بيكون سائل، فاضيفه شوي شوي تدريجيا. كمان هون عندي 2.5 كوب طحين زيرو كمان رح اضيف تدريجيا. هلا رح بلش لمه بايدي بهالشكل. مثل ما شايفين هيك عجينتي التمت بكل سهولة. إذا حسيتوها ناشفة ضيفوا عليها معلقتين من زيت النباتي. هلأ رح ريحها من حرارة إيدي تقريبا شي ربع ساعة وبعدين شكلها. هلأ قبل ما أبدأ بتشكيل عجينتي رح أذكركم بشي. إذا بدأتي بالعجين بدأتي بهي بالزبدة والسكر والزيت والنشا وأي شي بدك تحطيه نفسها حطي فيها الطحين. بدأتي بهي كمان نفسها كمان حطي فيها طحين. هذا سر نجاح العجين، اي كاسة بنبدأ فيها بنكمل فيها كل المكونات. وهلا هون معنا عجينتنا ارتاحت، هلا بدي بلش تشكيل فيها. هلا بدي اخذ هيك جزء من العجين بلش بايدي كورها، بعدين مشيها بهالطريقة، بلش اعطيها هيك اعمل لها تبويزة بهالطريقة عشان تاخد شكل حبة الهال. رح اعمل كمان وحدة تانية معكم. اول شي هيك بدي صغرها حتى يطلع شكلها حلو مثل ما قلنا هيك بايدنا، بعدين بنبوزها هيك حتى نعطيها شكل حبة الهال بهالطريقة.
هلا بعد ما خلصتهم تشكيل رح دخلهم الفرن على حرارة 180 نار سفلية بس. هلا بس بواسطة السكين بس بدي ساوي لهم هيك شوية تحزيزة، شوي شيء انه بضغط عليهم بالسكين. صاروا جاهزين بعد ما طلعوا من الفرن، تركتهم يهدوا هيك شوي شي ربع ساعة. أخذوا بالفرن تقريبا 11 دقيقة، طبعا من فرن لفرن بيختلف، خلي عينكم على فرنكم. هلا يلي بيحب الهيل كتير رح يحب هاي الوصفة. ما شاء الله الريحة عبت البيت والطعم عن جد خرافي. هون عندي حبات القهوة هلا عم ضيفهم هيك رح يعطوا شكل حلو. اختم معاكم بفنجان قهوة، نزود عليه كمان حبات الهال. عشاق القهوة لازم يجربوا هاي الوصفة، كتير رح تحبوها. ولهون هيك بدي اختم الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه. صحة والف عافية واهلا وسهلا فيكم.